خلصت الحكاية، سداسي الأهلي ينتظر قرار إقالة كولر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلت علاقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مع عدد كبير مع النجوم داخل الفريق الأحمر إلى طريق مسدود، وأصبح سداسي القلعة الحمراء يترقب بشدة خطوة الإطاحة بالمدير الفني في الفترة المقبلة. رغم رغبة لجنة التخطيط في صفوف النادي الأهلي في خطوة عودة المحترف المالي أليو ديانج خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء إعارته مع فريق الخلود السعودي، ولكن يبقى هناك رفض من كولر لهذه الخطوة لأسباب فنية، ويرفض كولر عودة ديانج من جديد، ويرى أن منطقة خط الوسط في النادي الأهلي تحتاج إلى لاعب أفضل في الإمكانيات والفورمة الفنية من نجم خط وسط منتخب مالي رغم ظهوره بشكل قوي في دوري روشن عمر الساعي. توترات علاقته بشكل قوي مع السويسري مارسيل كولر في الفترة الماضية لأسباب فنية، وزادت التوتر بعد قيام المدير الفني بمنح الفرصة سريعا للوافد الجديد من بتروجيت أحمد رضا على حسابه، وهو ما تسبب في خروج صفقة الخمسين التي ضمها محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء من صفوف الإسماعيلي عن الخدمات. محمد مجدي أفشة فقد محمد مجدي أفشة بريقه مع النادي الأهلي، وأصبح من العناصر التي لا يفكر فيها المدير الفني مارسيل كولر في الاعتماد عليها في المباريات مع الفريق الأحمر حتى في الشوط الثاني لأسباب فنية، وهو ما جعل هناك توتر شديد في علاقة صاحب القضية مع الجهاز الفني أحمد عبد القادر. يرفض بشدة أحمد عبد القادر خطوة العودة إلى النادي الأهلي في نهاية الموسم حال بقاء مارسيل كولر، حيث طلب البقاء مع فريق قطر القطري في الفترة المقبلة في ظل توتر علاقته مع المدير الفني، بالتزامن مع تحرك الأهلي لضم صفقات مثل كوتسيسا أو أحمد سيد زيزو والاتفاق مع محمود حسن تريزيجيه. كريم الدبيس تعتبر رسالة كولر إلى كريم الدبيس واضحة، وهي عدم منحه الفرصة الكاملة والثقة لأسباب فنية، وهو ما جعل اللاعب يطلب الرحيل والبحث عن تجربة يتمكن من خلالها المشاركة بشكل أساسي في الفترة المقبلة، وذلك رغم ثقة لجنة التخطيط في قدراته. خالد عبد الفتاح خروج من حسابات السويسري مارسيل كولر في الفترة الماضية، ويعتبر خالد عبد الفتاح قريبا بشدة من الرحيل أو الدخول إلى صفقة تبادلية حال استمرار المدير الفني في ظل عدم اقتناعه بخدماته. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ياريت ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك الجميل، وأهم حاجة تصلي على النبي.